ترامب مش أول رئيس أمريكي يعرض مخطط تهجير على مصر. تخيل إن المخطط ده اتعرض على الملك فاروق وناصر والسادات ومبارك ومرسي، لكن مرسي كان موقفه مفاجئ. الحكاية تبدأ سنة 2012 لما الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بيزور مصر، وقتها قعد مع الرئيس المصري محمد مرسي وقعد مع أبو مازن، فلقى مرسي بيقول له: هو كم عدد سكان القطاع؟ فرد عليه أبو مازن وقال له: 1.5 مليون. فقال له مرسي: احنا نقدر بقى نستضيفهم في شبرا ونقدم لهم وجبات سخنه. فهو مازن ضحك وافتكره بيهزر، لكن مرسي بص له وقال له: على فكره انا بتكلم جد. فجاه لقى ابو مازن مرسي بيقدم له مشروع نقل سكان القطاع من غزه لسيناء. اتخض ابو مازن وقال لمرسي: المصريين مش هيقبلوا بكده. فرد مرسي وقال له: طب وانت مالك بالمصريين؟ فرد عليه ابو مازن رد خلى مرسي متضايق منه. كمل حكاية كاتب الصحفي ياسر رزق في كتابه سنوات الخمسين إن أبو مازن رد عليه وقال لمرسي: حتى لو المصريين قبلوا زي ما أنت بتقول، الشعب الفلسطيني مش هيقبل يسيب أرضه ويروح أرض تانية. طبعا أنصار الإخوان بينفوا الواقعة دي وبيقولوا إن مرسي كان موقفه ثابت تجاه القضية الفلسطينية. لكن خليني أقول لك إن الوقت ده ما كانش المخطط معلن زي ما كان دونالد ترامب أعلنه بشكل واضح الأيام دي. خليني أفاجئك أكتر إن المخطط ده اتعرض على كل الرؤساء في مصر، من أول الملك فاروق وعبد الناصر والسادات ومبارك. تعال نبدأ الحكاية اللي بيرصدها موقع صحيح مصر، وبيقول إن في ديسمبر 1949 لما طردت العصابات بتاعتهم وقتها مئات الآلاف من الفلسطينيين من بيوتهم، أنشأت وقتها الأمم المتحدة وكالة الأونروا، ودي كان هدفها توفير الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. الوكالة فعلا تولت المسؤولية وبقت تقدم خدمات اجتماعية للاجئين في مخيمات الشتات، وكان الهدف ان لغايه ما نوصل لحل سياسي يرجع الفلسطينيين دول لوطنهم او ياخدوا تعويضات يحصلوا على الخدمات العاديه. لكن فجاه في سنه 1951 غيرت الوكاله دي استراتيجيتها وبقى هدفها اعاده توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربيه، واطلقوا على البرنامج ده اسم بلاند فورد، وقالوا البرنامج ده مدته 3 سنين وتحددت له ميزانيه 200 مليون دولار، وقالوا احنا هدفنا نوطن 150 ألف لاجئ في الدول العربية المضيفة. طيب لو لاجئ رفض العرض وصمم يرجع وطنه، الأونروا وقتها قالت مش من حقه مش بمزاجه، كده هنقول عليه عصبي ومضطرب، وده نتاج عن حالة نفسية معروفة ومصنفينها اسمها عقلية اللاجئ المعروفة، إن اللاجئ بقى متعصب ورافض أي تغيير ومصمم على موقفه، يعني من الآخر مش هينفذ اللي هو عايزه وضدنا. وفضل المخطط، وفي 26 يناير 1952 الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت برنامج بلاند فورد، كلفت الأونروا إنها تدير مشاريع إعادة إدماج اللاجئين في أقرب وقت وتتعاون مع ده مع الحكومات العربية، وده أيام الملك فاروق. وراحت الأونروا اتكلمت مع الحكومة المصرية في عهد الملك فاروق، وقعدوا يتكلموا في جدوى تنفيذ مشروعات بنية تحتية في سيناء، وده بهدف نقل وتوطين جزء من الفلسطينيين في غزة هناك. لكن المفاجأة المرة دي إن اللاجئين الفلسطينيين رفضوا واعتبروا إن إعادة توطينهم تصفية لقضيتهم وحقهم في العودة. طبعا الكلام ده ما اهتموش بيه، لكن اللي غير الوضع ده في وقت حكم عبد الناصر. خرجت احتجاجات كبيرة جدا في غزة عام 1955، وكان ناصر مهتم جدا بالقضية دي ورجالته في القطاع، لأن مصر كانت بتحكم القطاع وقتها، واتعرفت المظاهرات وقتها باسم هبة مارس. وكل اللي حصل ده اجبر الأونروا ان هم يتراجعوا عن الخطه دي. طب المخطط يقف لغايه كده؟ لا طبعا، فضل مكمل واتعرض على السادات، وده اللي نشرته BBC في اكتوبر 2023. نشرت وثائق بريطانيه بتقول ان كان في مشروع اسرائيلي سنه 1971 لتهجير القسري للالاف الفلسطينيين من غزه لمنطقه العريش في شمال سيناء. الوثائق بتقول برضو ان السفاره البريطانيه في تل ابيب رصدت تحركات إسرائيلية لتهجير الآلاف الفلسطينيين للعريش، ودي لمحاولة تخفيف حدة العمليات الفدائية، لأن القطاع كان كل شوية فيه عمليات. لكن في الوثائق دي برضو كتب المستشار القانوني لوزارة الخارجية البريطانية بيقول للمسؤولين في بريطانيا إن توطين اللاجئين
من غزه في سيناء هيلاقي اعتراض سياسي كبير، والامر مش سهل زي ما انتم فاكرين. السادات بقى عمل ايه؟ بعد انتصار اكتوبر 1973 وقع السادات اتفاقيه كامب ديفيد معاهم سنه 1978، وعادت الاقتراحات وقتها لامكانيه تهجير الفلسطينيين لسيناء. طبعا النصر ادى قوه للسادات انه يرفض الاقتراحات دي كلها، وكانت اسرائيل وقتها مهتمه ان اتفاقيه كامب ديفيد تنجح، وهدي شويه المخطط ورجع تاني ايام الرئيس مبارك. وده اللي قاله الرئيس مبارك في تسجيل له، وقال ان قبل ما امشي من الرئاسه ب6 شهور وبالتحديد 2010 لقيت نتنياهو بيكلمني وبيقول لي عايزين حته من عندك للفلسطينيين في غزه، ومسك الخريطه بتاعت مصر وشاور بصباعه على سيناء. ورديت عليه فورا وقلت له انسى الموضوع ده، هتبقى في مشكله بيننا وبينكم، لو عايز حرب تاني يلا، الحدود ولا انت ولا انا ولا اتخن مني يقدر يجي جنبها. ممكن تقول لي مبارك كان بيقول اي كلام وخلاص، لا مش صح، دي كانت خطه معروفه في اسرائيل باسم ايلاند، وده نسبه للجنرال الاسرائيلي المتقاعد ايلاند واللي حط الخطه دي، وكان ملامحها اضافه 720 كيلو متر مربع من ارض سيناء لغزه، وقيام دوله فلسطينيه عليها. في المقابل ده تحصل مصر على نفس المساحه تقريبا من صحراء النقب، وتستولى اسرائيل على كامل ارض فلسطين التاريخيه. المخطط ده طبعا فشل لان الرئيس مبارك قفل عليه. فضل المخطط زي ما قلت لك ايام مرسي وما مشيش برضه لغايه بعد احداث 7 اكتوبر. الموضوع وقتها بيتناقش في الغرف المغلقه. اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي قال ان اتعرض على مصر مليارات، لكن المخطط ده اترفض. وكان الناس بتشكك في الكلام ده لان بايدن ما كانش بيلعبها بشكل مباشر وبيعلن زي ترامب، بل بالعكس ده قال السنه اللي فاتت انه بيرفض التهجير القسري للفلسطينيين. فضلت الناس شاكه في الموضوع ده لغايه ما ترامب خرج بتصريح واضح وقال على الاردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزه. يعني الموضوع واضح ما فيهوش لعب تحت الترابيزه. فالخارجيه المصريه ردت على ترامب بتصريح وقالت ان ده مرفوض. ترامب يسكت؟ لا، قال انا كلمت السيسي في التليفون واتفقت معاه الموضوع ده، وخرج بيان على القاهره الاخباريه بينفي الاتصال ده اصلا. الناس في مصر فضلت قلقانه الكلام هل ده صح ولا لا، لغايه ما خرج السيسي لما لقى اللعب على المكشوف مش زي الاول في الغرف المغلقه، لان الرفض في الغرف المغلقه فخلاص، وراح رد بشكل علني وقال الشعب الفلسطيني يفضل مكانه ولا يمكن نشارك في ظلم مواطن فلسطيني. فيسكت ترامب؟ لا، ورجع وكرر كلامه ان على الاردن ومصر ان هم ينفذوا الكلام ده. طلع المبعوث الامريكي برضه اتكلم وقال ان لو انتوا رافضين كمصر والاردن العرض ده قدموا لنا عرض تاني، لان القطاع قدامه 10 سنين عشان يعمل، وقلبنا على الفلسطينيين ازاي هيعيشوا في القطاع ده. كل ده انا بكلمك على موقف امريكا المعلن. طب ايه موقف اسرائيل؟ من خلال التاريخ بيقول ان اسرائيل عمرها بتلعب على المكشوف، دايما بتحط الرسائل في اعلامها. تعال اقول لك ازاي ردوا على المخطط ده. الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاسرائيليه محمود عبود رصد ان صحيفه جورناليزم بوست الاسرائيليه نشرت صوره الرئيس السيسي مع الرئيس الايراني السابق اللي لقى مصرعه في سكوت طائرته الرئاسيه، واللي كان بيقولوا ان الموساد ورا الموضوع ده. هتقولي طب السيسي ماله بالخبر ده؟ مفيش اي علاقه، حط صورته وخلاص. هتقول لي عادي المحرر غلط. هقول لك لا، الصحيفه جورناليزم بوست هي الصوت الاسرائيلي الرسمي باللغه الانجليزيه، وتعبر عن اجهزه الحكم والامن والاستخبارات، موساد، امان، شباك، ومعروف ان مادتها الصحفيه بتحمل رسائل اسرائيليه مبطنه بعلم الوصول. وده اللي بيقوله محمد عبود ان محرر الخبر بيحاول الايحاء بنشر صوره الرئيسين المصري والايراني في خبر واحد، ودي رساله تهديد مبطنه في اشاره لموقف مصر المعارض لسياسه اسرائيل في المنطقه، وان احنا رافضين التهجير، وان دي رساله واضحه وتهديد واضح، لان اصابع الاتهام بتقول ان الموساد ورا موت الرئيس الايراني، خاصه ان السيسي فعلا بوظ لهم المخطط اللي هللوا في صحفهم. وده اللي كتبته صحيفه يدعوت الحدود الاسرائيليه، خرجت بمانشيت نقلا عن مسؤول رفيع في هيئه الارقام بالجيش الاسرائيلي بيفيد ان الجيش بيعتبر خطه ايران لتهجير الفلسطينيين في مصر امر لصالح اسرائيل ومهم جدا. من الاخر المخطط ما بقاش سر وواضح جدا، وضروري الاصطفاف حوالين موقف واحد، لان الاصطفاف حوالين موقف السيسي اكبر ضربه وعائق للمخطط الامريكي الاسرائيلي. في نهايه الفيديو، هل انت شايف ان مخطط التهجير هينجح ولا لا؟ شاركونا برايكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وتابعونا صفحتنا على الفيسبوك، قناتنا على اليوتيوب، قناتنا على التيك توك.